اختفى العالم دافنشي عن الوجود لمدة سنتين، ولم يعلم عنه أحد أي شيء. ثم ظهر وقال لهم إنه دخل كهفا بشمال إيطاليا يؤدي إلى عالم آخر غيرنا، وجلس معهم عامين ورسم بعضهم. فما الذي حدث؟ ليوراندو دي سيربيرو دافنشي ولد في 15 من إبريل من العام 1452 من الميلاد، وتوفي في 2 من مايو من العام 1519 من الميلاد. كل شيء عن ليوراندو قد سجل وحفظ حتى وقتنا هذا إلا تفاصيل حياته، فهو لم يعتد أن يسجل يومياته، مما جعله فنانا وفلكيا وعالم ورياضي وفيزيائي متفرد. لكن ما بين عامي 1476 و 1478 اختفى ليوراندو، ولم يره أحد، ولم يسجل التاريخ عنه أي شيء في هذين العامين إلا كلمة واحدة: اختفى. ثم عاد وظهرت معه كل إبداعاته، فاخترع أول طائرة هليكوبتر وشراعية ودبابة وبدلة غطس ورباط، وأصبح مهووسا في تشريح الجسم البشري، بل واكتشاف غموض الجسم البشري في حينه، وهذه كانت جريمة عقابها في وقتها الموت. وأصبح ليوراندو مهووسا في دراسة الطبيعة، وكان يقضي الساعات في الغابات من أجل تلافي اكتشاف أمره إن رأى أحد كتاباته وأبحاثه عن جسم الإنسان. اختارت كتابة المعكوسة لتشفير كتاباته، ولا يمكن قراءتها إلا عن طريق المرآة بالزاوية المنعكسة. بعد 500 عام من وفاة ليوراندو دافنشي ورؤية رسوماته وكانت أشكالها غريبة، قام العلماء بعدة أبحاث وتيمنا بطريقة الكتابة العكسية. عكست لوحاته ودمجت مع بعضها، وكلها كشفت عن أجسام وأشكال ومخلوقات غريبة. وعند التدقيق في جميع لوحاته كان قد رسم في العديد منها سفنا فضائية كالتي نسمع عنها ونراها في يومنا هذا. عند البحث في كتابات ليوراندو كان قد دون شيئا من مذكراته، وقال: عندما كنت أتجول في الغابة ووجدت كهفا مظلما، خفت من الدخول إليه، ولكن حماسي الاكتشاف دفعني للدخول، وأحمد ربي لأنني تجرأت ودخلت، فقد غير هذا الكهف مجرى حياتي. يقول أصحاب نظرية الكائنات الفضائية أن ليوراندو دافنشي قد التقى بهذه الكائنات وعاش معهم في السنتين التي اختفى فيهما، وهو قد تواصل معهم وأعطوه كل هذه العلوم. أما آخرون قد يوافقون على هذا الكلام ويقولون إنه أصبح يدرس الجسم الإنساني والطبيعة ويعطي نتاج دراستهم كلها للفضائيين. أما آخرون فيقولون إنه عندما دخل في ذاك الكهف قد سافر عبر الزمان إلى المستقبل وأخذ العلوم، وعندما عاد طبقها على الأدوات الموجودة عنده في عصره. وآخرون ينقضون هذه النظريات ويقولون إنه قد سرق اكتشافات علماء آخرون سبقوه، لم يكونوا من المستقبل بل كانوا من الماضي، وأنه طور تلك العلوم وعدل عليهم. ولكن هذا لا يطبق على الطائرة وبدلة الغوص. فما هي حقيقة ذلك العبقري؟ وماذا حدث معه؟ وماذا حدث في السنتين التي اختفى فيهما في ذاك الكهف؟ وتبقى كل ذلك وقائع غير مفسرة حتى اليوم. فهل تصدق ذلك؟ اكتب لنا في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.